لو حد قالك تقدر تقنع المدير انه يديني اجازة بكرة لانه رافض يديني اجازة، تدخل انت وبعد 5 دقايق المدير بنفسه ينده عليك ويقولك يا فلان الفلاني انت اجازة بكرة. الكل هيقول عليك ساحر، بس الموضوع مش سحر ولا حاجة، ده علم ومهارة. وعلشان تقدر تعمل ده لازم تتعلم الاول حاجة مهمة جدا. الحاجة دي اللي هتخليك تعمل كل اللي فات، والحاجة دي اسمها تفهم شخصية اللي قدامك كويس قوي. وهو ده موضوع السلسلة الجديدة من برنامج تعليم اللغة الإنجليزية بطريقة برمجة العقل الباطن. أنواع الشخصيات وسمات كل شخصية. لو فهمت نوع الشخصية اللي قدامك هتمتلك زراير الشخصية: زرار يفرح، زرار يقنع، زرار يحفز، زرار تخليه زعلان، زرار يخليك تقوده وبمزاجه، زرار يعني هتبقى كاريزما ما حصلتش. حضرتك هتبقى كاريزما ما حصلتش. كل اللي هطلبه منك انك تدعم البرنامج بتعليق ولايك. هات النوتة بتاعتك وشمر ايديك، على الاقل تعرف شخصيتك انت يا اخي. ويلا نبدأ دلوقتي. سنة 1941 أمريكا دخلت الحرب العالمية التانية. رجالة أمريكا في الجيش بيحاربوا. هنا بقى كان لازم الستات ينزلوا للشغل. نزلت الستات للشغل، بس كانت بتعاني من شغل الرجالة. واحدة اسمها إيزابيل كانت بتدرس علم النفس، اسمها بالكامل إيزابيل بريجرز مايرز، وكانت بتتنادى باسم جدها. يعني بدل ما يقولوا لها يا إيزابيل كانوا بيقولوا لها يا مايرز. المهم مايرز راحت لأمها كاثرين، والاسم بالكامل كاثرين كوك بريجز، وطبعا كانت بتتنادى باسم جدها. يعني بدل ما يقولوا يا كاثرين كانوا بيقولوا يا بريجز. المهم بريجز اللي هي كاثرين قالت لبنتها ايوه يا مايرز يا بنتي، عايزة حاجة؟ مايرز قالت رجالة امريكا في الحرب، هنسيب الستات يشتغلوا كده عادي شغل الرجالة؟ الام قالت طب وهنعمل ايه يعني يا بنتي؟ مايرز قالت ما تيجي يا ماما بريجز نخترع أداة تعرفنا شخصيات الناس. الأم بريجز قالت لها ليه يا بنتي، خلينا في حالنا، احنا مالنا ومال الناس. مايرز ردت عليها وقالت ازاي يا ماما بريجز تقولي كده؟ دول ستات زينا، لو فهمنا شخصية كل واحدة هنعرف نختار العمل المناسب للشخصية دي. احنا عايزين نساعد ستات أمريكا بأي طريقة. الأم وافقت وقالت على بركة الله يا مايرز يا بنتي. وفضلوا يشتغلوا على الموضوع ده لحد ما اخترعوا طريقة أو أداة سموها MBTI ماير بريجز تايب انديكيتورز، مؤشر ماير بريجز للأنماط الشخصية. فكرة مؤشر مايرز بريجز للأنماط الشخصية قايمة على تقسيم شخصية الإنسان ل4 محاور رئيسية. المحور الأول هو علاقة الشخص مع الناس his relationships with people، وقسمتهم إلى نوعين: ناس منفتحة مع اللي حواليها extroverted، تحب اللمة، تحب تتكلم كتير، وناس تانية رايقة قوي introverted، شخص بيحب العزلة، بيفضل الهدوء، وبيحب يقعد مع نفسه أكتر من التجمعات الكتير. انت بقى من أولها كده extroverted ولا introverted؟ والمحور التاني وهو وجهة نظر الشخص للأشياء his perspective on things، يعني وجهة نظره للأحداث بتبقى ازاي. his perspective وجهة نظره. وقسمتهم مايرز وأم مايرز لنوعين: نوع اسمه sensing يعني حسي، والنوع ده أفضل واحد تاخده شاهد في قضية، يعني تطلبه للشهادة وانت مطمن وبالتفصيل هيقولك الخناقة بدأت ازاي وقالوا ايه وفلان الفلاني قال ايه بالظبط ورد عليه علان العلاني وقال له ايه بالتفصيل. النوع ده بيركز قوي على التفاصيل في كل شيء. ونوع تاني اسمه intuitive يعني حدسي، والنوع ده عالي قوي، ما بيهتمش بالتفاصيل نهائي، بيبص للصورة الكلية في أي موضوع، يعني ما ينفعش يبقى شاهد خالص. ده لو سألته يقولك من أول ما دخل فلان الفلاني وهو بيحاول يستفز علان العلاني
ومن الاخر انا كنت متوقع اللي حصل ده، لان الانتيوتيف الحدثي بيبص للصورة الكلية ويتوقع حاجات وكلها بتيجي صح في الجون، لكن موضوع التفاصيل دي مش بتاعته خالص. مبدئيا كده انت شايف نفسك sensing ولا intuitive؟ اكتب في التعليق واكتب انت شايف نفسك ايه، وما يهمكش اغلط في السبيلنج، sensing ولا intuitive. You're in the right place to learn English. You'll speak fluently, just like a native speaker. Just follow us and join in with your voice. المحور الثالث وهو his decision making، يعني حضرتك بتاخد قراراتك ازاي، يعني وانت بتاخد اي decision ايه اللي بيأثر فيه. وقسمتهم مايرز وبريجز لنوعين، نوع اسمه thinking، والناس الثينكينج دول ما يعرفوش الا الصح والغلط، عواطف مفيش حاجة اسمها يصعب علي حد، يعني لو طالب في ثانوي سرق النوع ده الطالب هيبقى مصيبته سودا. الثينكينج هيصر انه يبلغ البوليس، ومش مهم الولد يضيع مستقبله، يسرق ليه، يغلط ليه. ثينكينج بقى قراراته مجردة تماما من المشاعر، هي مش مجردة قوي يعني، لان مفيش حد ثينكينج 100%، يعني في ناس 60% ثينكينج، يعني ده ممكن يرجع لو اتحايلت عليه، وفي 80% ممكن يرجع برضه، بس هتبذل معاه مجهود كبير، وفي الاخر هيبقى تعبان نفسيا انه سامح، يقول لك كان نفسي يروح السجن. وفي بقى 90% انتوا عارفين بقى ده ممكن يعمل ايه. النوع التاني اسمه فيلينج، العواطف، اكيد كلنا توقعنا تصرفاته، يعني لو عرضنا عليه المشكلة اللي فاتت طبعا هيسامح خالص وبرضه حسب النسبة. طب سؤال ذكي شوية، لو واحد التصنيف بتاعه سينسينج، حسي بتاع تفاصيل، فاكرين؟ وفي المحور بتاع الديسيشن ميكنج واخد فيلينج، تتوقع يكون تصرفاته ازاي؟ اقول لك يا سيدي، عشان هو سينسينج هيفضل يساله سرقت ليه؟ سرقت امتى؟ سرقت ازاي؟ بيهتم بالتفاصيل بقى، ولو عرف انه كان محتاج الفلوس دي ممكن قوي يغمزه ب50 جنيه فيه ويطبطب عليه. ما تنساش انه فيلينج. نرجع بقى للسؤال المهم، وانت بتاخد الديسيجن بتاعك بتبقى ثينكينج ولا فيلينج؟ او الاقرب يعني بتبقى الايه؟ تعليق جديد واكتب نوعك في المحور بتاع الديسيشن ميكنج. التعليق مهم جدا يا حبايبي عشان تشجعنا على الاستمرار. اخر محور، المحور الرابع، وهو his way of handling things، يعني طريقته في معالجة الاشياء، يعني بيتصرف ازاي في الامور. وهنا الكتكوتة مايرز والام بريجز قسمتهم برضو لنوعين، نوع اسمه judging، يعني منظم، يعني كل تصرف في حياته بنظام بخطة، لو حصل تغيير فجأة يتوتر يتلخبط، بعكس النوع التاني خالص perceiving، عفوي، يرزعك الكلمة وزي ما تيجي، يقول لك هو كرشك كبر كده ليه قدام العيلة كلها عادي، يكره المواعيد والخطط والقيود، سبهللة، يقول لك احنا نروح الرحلة دي وزي ما تيجي. طب فين حجز الفندق وفين؟ يقول لك يا عم سيبها على الله. حضرتك بقى judging منظم ولا بيرسيفينج عفوي؟ على فكرة البيرسيفينج مش وحش قوي كده، في الحلقات اللي جاية هتعرف في شوية مميزات عجب. ودلوقتي اتدرب كويس قوي على ال8 كلمات الجديدة اللي اخدناهم النهاردة، اتدرب دلوقتي حالا وشوف بنفسك انت اي نوع، وشوف كمان اللي حواليك، لان الغرض انك تدرس شخصيات الناس اللي حواليك علشان تعرف تأثر فيهم. extroverted ولا introverted، sensing ولا intuitive، thinking ولا feeling، judging ولا perceiving. 8 كلمات مهمين وكلهم صفات. اتفرج على الحلقة دي اكتر من مرة علشان التكرار وتقدر تبرمج عقلك الباطن، لان في تمرين جاي في اخر الحلقة اهو بعد الفاصل قوي جدا ومهم جدا جدا تنفذه. اشوفكم بعد الفاصل. التمرين ده عايزك تكرره كتير كتير قوي وعلى قد ما تقدر. هتقول ايه بالنسبة للريليشن شيبس مع الناس؟ هل انا extroverted ولا introverted؟ اقدر اقول اني introverted. بالنسبة للبرسبكتيف بتاعتي on things، هل انا sensing ولا intuitive؟ اقدر اقول اني intuitive. بالنسبة للديسيجن ميكنج بتاعتي، هل انا thinking ولا feeling؟ اقدر اقول اني feeling. بالنسبة للواي اللي بهاندلنج بيها اموري، هل انا judging ولا perceiving؟
اقدر اقول اني judging. كرر الجمل دي كتير وانت عارف المعنى طبعا. وفي الحلقات الجاية هنتكلم عن كل نوع بالتفصيل الممل، وهتكتسب مهارة انك تعرف نفسك وتعرف كل الشخصيات اللي حواليك، وهنتعلم ازاي نأثر في كل نوع، وهتبقى كل زراير الشخصية اللي قدامك في ايدك. تابع معانا ونشوفكم في الحلقة الجاية. سلام. استنى فين التعليق واللايك؟